اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الديفندر، والنهارده ليله الماتش والمراجعه النهائيه زي ما انتم متعودين. قبل كل ماتش بنطلع نتكلم عن الدور اللي جاي وحظوظ نادي الزمالك ان شاء الله بفوز ببطوله الدوري وكل ما يخص الدوري المصري، وكمان هنتكلم عن ماتش اتحاد العاصمه، وكمان هتكلم معاكم عن حكام الماتشات بتاعه بكره اللي فيه كلام على السوشيال ميديا انا عايز اقوله، ولكن ده كله هتشوفوه في وسط الحلقه. وطبعا لو الكونتنت بتاعنا بيعجبك وشايف ان انت مبسوط باللي احنا بنقدمه لك ومستفاد، وده اهم حاجه، وبنقول كلام واقعي، ما تنساش تعمل فولو وسبسكرايب ويتفعل البيل او الجرس في حلقه النهارده. طيب بكره عندنا ايه؟ بكره عندنا مدعكه، عندنا 3 ماتشات الساعه 8 بالليل، وحاجه من الحاجات اللي ما كناش بنشوفها انه الفير بلاي موجود، انه ال3 ماتشات في نفس الوقت، ان كان ماتش الزمالك وسموحه او سموحه والزمالك عشان هو صاحب الارض، والاهلي وامبي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز. طيب انا لو هكلمك عن ترتيب الدوري وكل الناس عارفاه، الزمالك في المركز الاول، بعديه بيراميدز بنفس عدد النقاط، ولكن الزمالك متفوق عليه بالمواجهات المباشره، ويليهم النادي الاهلي في المركز الثالث، وبعد كده سيراميكا كليوباترا. حظوظ الزمالك ايه؟ حظوظ الزمالك انك تنزل تكسب ماتشين اللي عندك ومالكش دعوه بحد، ما تبصش، ربنا كرمك ومشيت معاك، وده المشي العادي مع الزمالك، ومشيت معاك وبيراميدز والاهلي تعثروا او عطلوا اتعادلوا وخسروا ايا كان، وانت كسبت بكره، انت خدت الدوري بنسبه تتعدى ال 100% ورقه وقلم. بمعنى ايه؟ بمعنى انه انت دلوقتي هتكسب بكره ان شاء الله يا رب بدون مقاطعه، بيراميدز يتعادل او يخسر ايا كان الماتش اللي بعده، خسرته وكسبته وما عملش فيه اي حاجه وبيراميدز كسب، انت كده كده متفوق عليه في المواجهات المباشره حتى لو تساوى معاك في عدد النقط. اما النادي الاهلي فهو في فرق 3 نقط بينك وبينه، لو تعثر او اي حاجه وانت كسبت فرق ال3 نقط ده هيزيدوا، بما عليه انه الماتش اللي جاي تحصيل حاصل والماتش الاخير، ودي الامنيه اللي انا نفسي فيها. نفسي الزمالك يروح يلعب اتحاد العاصمه ذهاب وعوده، يكون خلص مساله الدوري تماما. طيب هتقول لي مصيرك بايدك، هقول لك مصيرك بايدك مليار المية. في الماتشين حصل اي حاجه فهي بتخدمك مش بتضرك ولا عكس. طيب تعمل ايه ماتش بكره؟ واللي انا نفسي بقوله للاعيبه الزمالك، انت وده الكلام اللي بنقوله كتير وما عندناش حاجه نقدر نقولها غير كده، احنا دلوقتي ما عملناش اي حاجه في الموسم، وما كسبناش اي حاجه في الموسم، وما خسرناش اي حاجه في الموسم، بالعكس انت حظوظك الاحسن وانت الاكفأ بصرف النظر عن خساره الماتش اللي فات. فعشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري عشان خاطري الماتشين الجايين يا رجاله، الماتشين الجايين يا زمالك من اهم ماتشات في مسيره مش بس الموسم، سنتين 3 اللي جايين. ماتشين 3 اللي جايين دول هيفرقوا معاك السنتين 3 اللي جايين. انا بقول لك وانت عارف حته الفرق اللي بتلعب ماتشات وتكسب بطولات وبتفوق بعدها بسنين، انت المشكله ان انت وقعتك وحشه، المشكله ان انت مكسبك البطولتين دول هيحل لك مشاكل قد كده. رقم 1 الجمهور بتاعك اللي يستحق البطوله ويستحق الفرحه، يا اخي جمهورك يستحق الفرحه. رقم 2 الفلوس اللي هتخش لك اللي انت في امس الحاجه ليها، ده كل الالعاب الرياضيه الناس ليها فلوس وانت محتاج ده، واحنا بنلعب كوره عشان ده، عشان مكسب بطوله وفلوس طبعا في ظل الازمات اللي موجوده. فرق تانية بتلعب مش عشان الفلوس، بتلعب عشان عايز تاخد البطوله وما عندهاش شغف. انت عندك شغف للجمهور وشغف تحل مشاكلك. الماتشين الجايين دول اهم حاجه، ال4 ماتشات الجايين، بلاش الماتشين، ال4 ماتشات الجايين دول هم كل حاجه، عشان خاطر الجماهير وعشان خاطر الناس اللي تعبت وعشان خاطر الناس اللي تروح وراك من السفر. انا وريتكم فيديوهات قد كده وفي قدها ملايين الفيديوهات. الماتشين دول ابوس ايدك يا زمالك، الماتشين اللي جايين ماتشين دوري وماتشين كونفدراليه. يا اخي احنا تعبنا، سيناريوهات متعبه، غيرنا في اقل واسوأ الفترات بياخد البطولات دي، الفرق التانية بتساعده، انت ماشيه معاك مع عقربه، ماشيه معاك بتضلين، البطوله بتيجي ياه عشان تيجي البطوله، فانت ما عندكش اوبشن غير كده، واحنا ما عندناش اوبشن غير ان احنا نشجع الزمالك. خد بالك لو لا قدر الله اي حاجه حصلت مش هنبطل نشجع الزمالك، احنا هنشجع الزمالك وهنفضل نشجع الزمالك، ولكن انت ما عندكش اوبشن غير انك تكسب ال4 ماتشات الجايين دول عشان خاطر جمهورك، عشان خاطر جمهورك ما تجيش في اخر خطوه في الماراثون وتتعب.
اخر خطوه في الماراثون وتنام وتسرح، اخر خطوه في الماراثون وتبص حواليك، مبدا بص العصفوره. تاني وتالت ورابع مليون، ما تخليش حد يغفلك، مصيرك بايدك، مصيرك بايدك. انت بتلعب، هتلاعب سموحه خسران من كل الناس الدور الثاني، وبعد كده ماتش سيراميكا، وباذن الله ما نوصلش لماتش سيراميكا ده يكون هو الفيصل. هتلاعب اتحاد العاصمه وهو في المركز اللي قبل الاخير ولا المراكز الاخيره في الدوري بتاعه، كسب طبعا كاس الجزائر من شباب بلوزداد، ولكن انت احسن مليار مره. الحرب اللي جايه دي حرب نفسيه، مش حرب اي حاجه تانية. الفتره اللي جايه دي فتره نفسيه، في اي حاله من حالاتك تكسب سموحه. انت عندك ماتشين مع فرقتين مش فرق جماهيريه ما لهاش من جمهور. استاد برج العرب بكره هيكون مليان على اخره زملكاويه، الناس جايه لك من كل المحافظات. يا اخي ده انا اعرف ناس بتبدا الترحال من دلوقتي من محافظات، من جنوب الصعيد ومن شماله ومن فوق ومن السلوم ومن كل حته. ما تجيش في الاخر الماراثون كده وتبص على اللي حواليك تشوفهم فين. انت قدام، انت اول، انت واقف اول بتجري لوحدك. ما تبصش بعد اخر سبرنت، اخر نفس، اخر جاريه في السباق، اخر جاريه في ال100 متر، اخر حاجه. فالعب ماتش رجوله يا اخي، اعمل اللي عليك وربنا هيكرمك زي ما بتعمل عليك طول الموسم. اوعى الحرب النفسيه دي يا زمالك، اوعى يجوا عليك نفسي، اوعى يلعبوا عليك نفسي، اوعى الماتشات الجايه دي يخلوا نفسيتك في الارض. انت بطل تاني وتالت، انت الوحيد اللي بتنافس في بطوله قاريه السنه دي وسط كل المليارات دي. انت وسط كل المشاكل اللي عندك دي لحد اخر جولتين في الدوري المصري انت اول. ايه يعني تخسر ماتش؟ معلش، اوعى يلعبوا عليك نفسي، اوعى يخليهم يقولوا ان ظروفك ما تخليكش تبقى مؤهل تاخد بطوله. لا، فوق. انت الزمالك، انت جمهور الزمالك اللي بيعمل ده كل ماتشات، الملاحم اللي بيعملها في الماتشات دي. فوق، اوعى تسرح. عارف انت العداء لما بيجري في الماراثون وبيسرح في اخر 100 متر، اخر 100 متر بيتسوح. هي نفس الفكره، هي نفس، انت بقى مش في اخر 100 متر، انت في اخر 10 متر. تعدي 5 منهم من غير ما تبص، وتعدي 5 منهم من غير ما تبص حواليك. 5 دول يدوك دوري، و5 دول يدوك كونفدراليه، وانت محتاجهم. غيرك هيخلص الدوري ماتشين اللي عنده دول وبح، ما عندوش حاجه تانية. انت هيبقى عندك سوبر افريقيا ان شاء الله، هيبقى عندك سوبر مصري، وهيبقى معاك فلوس تجيب تدعيمات وتفك مشاكل القيد وتجيب لعيبه وتدي اللعيبه اللي معاك فلوسها وتقف على رجلك مره تاني غصب عن اي حد. بس مصيرك بايدك، مصيرك بايدك تاني وتالت. غيرك مستنيك تقع، غيرك بيلعب دلوقتي حرب نفسيه عليك على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا وعلى الانستجرام، على كل الاكونت، على كل بلاتفورم بيلعب عليك حرب نفسيه. طب النهارده مسكوا في الحكام. النهارده عرفنا ان الحكام، حكم الساحه لماتش الاهلي وانبي هو كابتن محمود ناجي، وحكم الساحه لماتش الزمالك وسموحه هو كابتن محمد الغازي، وحكم الساحه لماتش سيراميكا وبيراميدز محمود بسيوني. فتقوم هيصه ليه بقى؟ انا مش عايز ده، انا عايز اتكلم معاك. الهيصه اللي هتقوم لايه؟ يبدا يضغط على الحكم في ماتش بكره عشان يبقى نازل متربص، نازل حاطط في دماغه لا انا حكم دولي، هنزل انذارات، هحرجم الماتش، هضيق اللعب على الفرقتين عشان الحمل اللي معمول عليا. ما هو مفيش حاجه يتكلم عليها. يتكلم في ايه؟ يتكلم على ايه وهو كسبك ولكن خايف يطلع بموسم صفري، موسم صفري. لان هو بالنسبه له بيراميدز لو كسبت الماتش الجاي بكره فهو مش هياخد الدوري مليار المية عشان مواجهات المباشره معاه. وبيراميدز بالنسبه له ان انت لو كسبت بكره وهو عطل او كسبت الماتشين انت خدت الدوري عشان انت متفوق عليه مواجهات مباشره. فهو يعمل ايه؟ حط نفسك مكانه كده. هعمل ايه؟ هلعب حرب نفسيه. حرب نفسيه مع مين؟ هلعب حرب نفسيه مع لعيبه نادي الزمالك والحكام. اهيئ للحكم ان هو بيجامل الزمالك فهم ادوه الماتش ده للزمالك، وهيئ للحكم ان هو عنده مشاكل مع النادي الاهلي فهم ادوا الماتش ده للحكم ده مع النادي الاهلي عشان الحكم ده ظالم. والكلام ده اي كلام، الكلام ده اي كلام. في اخطاء تحكيميه طبعا في حكام بعينها بتظلم طبعا، معروفه. ولكن في اخر جولتين في الدوري الموضوع بيبقى كريتيكال،
الموضوع بيبقى يعني حساس بزياده. فانا اعمل ايه؟ انزل بحمله اتكلم عن الحكم، واصل الحكم ده بيجامل الزمالك وازاي تدوه الماتش، فالحكم ينزل ماتش مضغوط نفسيا، واشتغل عليك انت ان انا كسبانك اخر ماتش، ولعبك ماتش سموحه اللي هو المفروض على الورق والقلم ماتش سهل، فرقه خسرانه الاربع ماتشات اللي لعبتها في الدور الثاني من اي حد، اي فرقه بتيجي بتكسب سموحه. انا ما اعرفش ازاي فرقه بالمستوى ده كانت في السبعه اللي فوق. ويلعب عليك نفسيا ان انت زي ماتش انبي. احنا وترنا نفسنا في ماتش انبي، ليه؟ ما اعرفش. فرقه كويسه طبعا، فرقه كويسه، ولكن انت احسن منهم. النادي الاهلي ما كسبكش في ماتشك عشان الاهلي كان حلو. النادي الاهلي كسبك عشان انت نازل مهزوز، انت نازل خايف تخسر الدوري. فهو موصل لك فكره ان انت خسران الدوري وانت اول الدوري. ما شفتهاش دي؟ واحد مذاكر وداخل الامتحان بكره وانا بقنعه ان انت بكره هتسقط والعب عليه نفسي، فيروح الامتحان وهو بيمتحن وقاعد بيحل مش واثق في كل سؤال بيجاوبه مع انه حافظه. هو حافظه. يا عم الناس، حط سماعات في ودنك، انزل كده حط سماعات في ودنك، حط قطنه في ودنك بلدي، العبها بلدي، حط قطنه وسد ودنك عن اي حاجه. عندك 3 ماتشات في مصر تكسبهم وماتش بره مصر تعمل نتيجه ايجابيه. عايز حاجه تاني؟ 3 ماتشات في مصر تكسبهم نص صفر، نص، عايز نص جول، وماتش بره مصر تعمل نتيجه ايجابيه. ما تبصش لمخلوق غيرك اللي بيوقعك وعايز يكسب الدوري، عايزك تقع. ما هو بيلعب عليك حرب نفسيه. هو قاعد اصلا مش هيتفرج على ماتشه، هو مستني الماتشات الثانيه الفرقتين يقعوا، لان هو هدفه الاولاني ان بيراميدز تخسر او تتعادل، وهدفه الثاني بعد ما ده يحصل ان هو يكسب عشان ياخد الدوري. ولو بيراميدز كسب الماتشين او الماتش اللي جاي، هو هدفه ان هو يدخل دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، وانت بتعاني عشان تكسب الدوري وتلعب دوري الابطال. يا راجل ده احنا في بدايه الموسم كنا بنقول ان شاء الله باذن الله الزمالك يلعب دوري ابطال السنه الجايه. ليه؟ عشان ظروفنا كانت زي الزفت. لكن انت عشمتنا، انت عشمتنا. انتوا لعيبه رجاله، واللعيبه اللي تقف لحد اخر اسبوعين 3 في الموسم في الموقف ده لعيبه رجاله. لعيبتنا من اصغر ناشئ لاكبر. شوف حسام عبد المجيد عمل كوارث الماتش اللي فات، ولكن انت لعيب راجل. وكابتن معتمد جمال ارجل الرجال، ومجلس الاداره رجاله، وجون ادوارد راجل، ولعيبه الزمالك رجاله، وارجل حد في المنظومه دي هو جمهور الزمالك. المنظومه كلها رجاله. بس ما تبوظش الطبخه على شويه ملح. كل اللي انت بتبنيه من اول الموسم وبنلصمه هيقع، وساعتها هنروح في حته وحشه السنتين 3 الجايين. هنروح في حته وحشه السنتين 3 الجايين. ابوس ايديكم ركزوا، ابوس ايديكم. كل اللي احنا بنعمله طول السنه متوقف على 4 ماتشات. كل اللي احنا بنعمله في موسم الدوري متوقف على ماتشين يا رجاله الزمالك، ماتشين. حلمي كله متوقف على ماتشين دوري وماتشين كونفدراليه. مشاكلي هتتحل متوقفه على ماتشين دوري وماتشين كونفدراليه. ولا حد هيقول لك كلمه، وكل الناس في ظهرك. كل الناس بتحشد وبتجمع التذاكر وهيروحوا برج العرب عشان يقفوا في ظهرك ويشجعوك. الحلقه دي انا ما عنديش اي حاجه اتكلم فيها في الكوره. انا النهارده مش جاي اتكلم في الكوره ولا تكتيك ولا خطه. انا بتكلم عن 11 واحد نازلين الملعب يلعبوا رجاله، يكسبوا الماتشين الجايين في الدوري، ياخدوا البطوله. بس ما عنديش بقى 4-2-3-1 و4-4-2 وابدا بشيكو بنزا، وابدا باي حد، ابدا بجدي، العب باي حد. بس اللي يلعب راجل، اللي يلعب ينزل ما يخافش، اللي يلعب قيمه التيشيرت اللي هو بيلبسه ده ما يكونش خايف انه يلبسه. لو خايف انك تلبسه قول لكابتن معتمد انا اسف يا كابتن انا مش قد الضغط ده، واقعد وسيب اصغر عيل راجل جوه النادي، اصغر عيل صغير كده هيبقى راجل في الملعب. الماتشين دول حياه او موت. حياتي كلها متوقفه على ماتشين دوري وماتشين كونفدراليه. متخيل؟ امبارح لما طلعت اقول لك انا ما شفتش فرقه تقدر تظبط الدوبامين والادرينالين في جسم الانسان. انا حياتي الكوكب اللي عمال المجرات تلف حواليه وهو بيلف والشمس كله بيلف، متوقف على 4 ماتشات للزمالك. حياتي واقفه على 4 ماتشات للزمالك. حياه جمهور بالملايين
40 50 60 مليون زملكاوي حياته متوقفه على 4 ماتشات زمالك. لعيبه نادي الزمالك حياتكم متوقفه على 4 ماتشات زمالك. خلينا ناخد البطولتين يا اخي، وبعد كده نشوف بقى كاس العالم ونستمتع ونعمل فتره اعداد ونلعب سوبر افريقيا وسوبر مصر، وندخل الموسم الجاي حالين مشاكلنا وعندنا لعيبه ان شاء الله جديده وعندنا تدعيمات. بس اكسب ال4 ماتشات دول. انا تاني وتالت مش جاي اكلمك في تكتيك ومش جاي اكلمك في اي حاجه ليها علاقه بفنيات. واللي يكلمك فنيات الماتشات الجايه، انا عايز العب زي الزفت، عايز العب قرف، عايز العب نيله، بس اكسب. خليها تضبش وتخش وقف 11 لعيب قدام الجول، مفيش كره هتعدي، قاتل جوه الملعب، بس اكسب. مش هلومك على ميس باص، مش هلومك على اداء معفن، مش هلومك على اي حاجه. انزل اكسب، جيب الكوره حتى برمشك بمناخيرك، حط الكوره في الجول وانا جول، انا تمام. وقف راجل في الملعب. روح هناك لاعب اتحاد العاصمه اكسبه، زي ما قلنا في شباب الوزداد هنكسب هناك وكسبنا، روح اكسبه. صعبه اعمل نتيجه ايجابيه، معلش هطبطب عليك، عندنا ظروف، عندنا مشاكل. اوعى حد يقول لك ان انت فرقه كامله او ما فيهاش نواقص او انت احسن سكواد، الكلام ده وقلت لك تاني وتالت ورابع ومليون بيغفلوك. انتوا في لعيبه كويسه وكل واحد فيه نجم، كل واحد فيه لعيب عالمي، ولكن احنا فرقتنا طبعا فيها نواقص طبعا. ولكن انا مفيش في ايدي اي حاجه اقولها لك، ومفيش في ايدي اي حاجه اقدمها لك. ومش قادر اتخيل فكره انه ممكن الموسم ده يروح منك كزمالك، ومش قادر اتخيل فكره انه يلعب عليك حرب نفسيه فحتى جمهورك يتهز ثانيه ان انت ما تقدرش تكسب الماتشين الجايين دول اللي هو سموحه وسيراميكا كليوباترا. ولكن خليني اقول لك ان الزمالك هيعملها، والزمالك هيكسب ماتشين وهياخد الدوري. وخليني اقول لك ان الزمالك هيكسب ماتش اتحاد العاصمه وياخد الكونفدراليه. بس ده مش هيحصل لما تكون واثق في نفسك. حياتنا متوقفه على الماتشات دي. حياه كل ما هو انسان بيشجع نادي الزمالك وبيحب وبيعشق التيشيرت الابيض ابو خطين حمر متوقفه على ماتشين كونفدراليه وماتشين دوري. ومش عايزك تبص لحد، بص في ورقتك، بص في ورقتك. ما تكونش تلعب ماتش ومستني حد يقع او حد يخسر. انت اكسب، اكسب وهتفضل فوق زي ما انت اول. اكسب راجل. ماتشين فرقتين فرق مش فرق جماهيريه خالص، مفيش الجمهور اللي هتلاقيه يشجع في الملعب. انزل وبصوتك وهتجيب الفوز، والجمهور هينزل عارف هو يكسب ازاي. بس انت كلاعب اعمل اللي عليك سنه. اوعاك تكسل في اخر 20 30 متر في الماراثون، اوعاك تكسل. ويمكن حلقتي دي هي رساله للعيبه. انا اخر واحد اقدر ادي رساله لجمهور الزمالك اللي هو عارف اللي هو صاحب الفضل عليا بعد ربنا. هو صاحب الفضل في كل حاجه بعد ربنا. وان شاء الله باذن الله باذن الله كل الناس ترجع بكره من اسكندريه باذن الله يا رب، مجبورين وخاطر وكسبانين وفرحانين. وباذن الله يا رب من قلبي، يا رب من قلبي، يا رب من قلبي بكره بيراميدز والاهلي يعطلوا وانت تكسب ونحسم الدوري باذن الله وناخده باذن الله. اشوفكم في حلقه جديده وباذن الله نبارك لبعض باذن الله بعد الماتشات الجايه. توحشوني جدا جدا. اشوفكم في حلقه جديده، ولو عجبكم اللي احنا بنقدمه فولو وسبسكرايب وفعلوا الجرس. سلام.